مساء الخير. مساء النور يا دكتور. أهلا. عايزين نتكلم المرة دي على إحساسنا إحنا بالصدمة أو التروما. كنت بقرا حاجة كده امبارح على فكرة آه، الشيتا اللي هو النمر أو الفهد لو هو بيطارد غزالة، فالغزالة بتبقى قاعدة في أمان الله وبعدين بتلاقي حاجة بتجري وراها فبتبدأ تجري وبتهرب. هربت ما هربتش خلاص اتاكلت وخلصنا. بس لو هربت هي ما بتحسش بإن في حاجة غريبة ان هي تم مهاجمتها، وبترجع بكره لنفس المكان ترجع تاكل فيه وترجع وتشوف اذا كان حد هيهاجمها ولا لا، وتستمر الدوره دايما. احنا بالنسبه لنا بيبقى دايما لو حصل الهجوم ده او حصل الالم ده بنقعد نسترجعه تاني، ده اللي بيكون طبقات التروما او طبقات الصدمه. بس ايه اللي بيفرق ما بيننا وبين الغزاله دي؟ اشمعنى احنا بيجيلنا تروما ويجيلنا وجع ويجيلنا ونقعد نكتر الموضوع، والغزاله دي بتكمل حياتها الله اعلم طبعا ايه اللي بيدور في بالها يعني، بس بتكمل حياتها بشكل عادي وبتعيد اليوم بتاعها كل يوم. مم. ايه الفرق بيننا وبينهم؟ أعتقد إن الفرق هو نفس الفرق بين الكائنات الحية كلها والإنسان. إن الكائنات الحية أو الطبيعة مفيهاش حاجة اسمها هيلينج ولا ريكفر. الطبيعة لو الحيوان اتجرح خلاص هو بينزف لحد ما يموت. لو اتكسر بقى فريسة، اتحول لفريسة أيا كان قدرته. ما عدا الإنسان هو اللي عنده الهيلينج والريكفر. فالجرح يعني فيها مداواة، الكسر يعني فيه جبر. الكلام ده مش موجود في عالم الطبيعة. وبالتالي التروما في الحيوانات هي مش موجودة، لأن هي محسومة. الفريسة عارف نفسه والمفترس عارف نفسه. القصة بقى إن أنا كإنسان، أنا يمكن ما بوصلش للأدوات الهيلينج. فبمر بما يمر بيه الحيوان أو الكائن في الطبيعة، بس ما بعرفش إمكانياتي كإنسان عشان أعمل الريكفر أو الهيل اللي بيميزني كإنسان. يعني ايه ما بعرفش امكانياتي كانسان؟ إن أنا وازاي ده لو علاقته انجرحت بالهيل؟ بسيب نفسي أنزف زي الحيوان. مش عارف إن أنا عندي حاجة اسمها عقل، عندي حاجة اسمها وعي، عندي حاجة اسمها هيلينج. ما عندي ما بوصلوش. لأن أهم ما يميز الحدث الصادم هو العجز والذنب. إن أنا ساعتها أنا خلاص فقدت القدرة العقلية اللي تخليني أهيل أو أفهم وأدرك اللي أنا بمر بيه ده إيه. كانوا بيقولوا ان هو نفترض ان الشيتا او الفهد ده مسك الغزاله، فاللقطه اللي هو بيسيطر عليها فيها هي قدراتها الجسديه بتنعدم لانها مش قادره تتحرك، بس اللي بيدور جواها هو قوي جدا والمشاعر بتاعته قويه جدا. فلما حد بيتعرض لازمه او لاعتداء مثلا او كده، هو بيبقى او بتبقى في معظم الاوقات تحت السيطرة الجسدية اللي مخليها مش قادرة تتحرك، ولكن نفسيا هي في اكشن كبير جدا حاصل جوه، وفي مشاعر متراكمة ومتضاربة طول الوقت موجودة، اللي ينتج عنها احساس العجز واحساس الغضب واحساس ان انا القيمة بقى بتاعت الشخص واحساسه بالذنب بعد كده. ازاي الهيلينج ده ممكن الناس تدور عليه او تلاقيه ازاي؟ ما يحدث على الجسد بيسري عن نفسه. يعني اللي بيسري على الجسد بيسري عن نفسه. فهو اللي خلى الجرح ينزف هو الشوك اللي حصل وتخزن جوه جسمي، وتخزن وعمل لي شلل في الإدراك اللحظي، وعجز كامل عن إني أحل اللي أنا فيه ده. وبالتالي هو أنا أبدأ أحمل نفسي مسؤولية إن أنا اللي حصل لي كده. فأنا شايل هذا الخزي وهذا العار وهذا الذنب ومكمل بيه. ههيل إزاي؟ أنا مش عارف ألعق جرحي حتى زي الحيوان. مش قادر، لأن أنا رافض أصلا إن يحصل لي حاجة زي كده. ما قبلتش إن يحصل لي حاجة زي كده. فهشغل إزاي العقل والوعي والإدراك اللي ليت جو اللي حصل لي عشان أقدر أقوم من أول وجديد. أنا بتخيل إن الحادثة اللي حصلت لي أخدت مني، هي ما خدتش مني، هي حصلت لي مش خدت مني. يعني ايه اخدت مني؟ يعني علمت عليا. يعني ما بقتش زي الأول. هو أنا مش ما بقتش زي الأول، هو أنا زي الأول وأحسن، لأن معايا نتاج تجربة أليمة بتاعتي أنا اللي مريت بيها. خليني انا احطها بسياق التاني، علمت عليا او حطت فوق راسي تايتل، عنوان، يافطة انا ماشي بيها. انا
الضعيف، او انا اللي مش كويس، او انا لو ما كنتش عملت كده ما كانش اللي عمل لي الابيوز ده او عمل لي الاعتداء ده عمل كذا، انا لو ما كنتش لبست كذا ما كانش هيحصل كذا، لو ما كنتش قلت كذا ما كانش هيحصل كذا. فطول الوقت اخدت اليافطه دي وعلقتها فوق راسي وماشي وانا شايف ان هي دي اليافطه اللي بتصفني او اللي الناس كلها شايفاني بيها. فالناس تتعامل معايا لان انا بديلهم الاحساس ان انا اليافطه دي، فالناس هتبدا فعلا تشوف بقى فيا اليافطه اللي فيها التروما دي وتتعامل معايا من خلالها. فاكني اللي احنا بنسميه بروجكتيف ايدنتيفيكيشن، انا بايدنتيفاي او بتماثل مع اليافطه اللي انا فاكر انها بتاعتي، وبعدين بعكسها على الاخرين، فالاخرين يبداوا يتعاملوا من خلالها معايا. ويبدا يبقى انا طول عمري بقى قصتي ماشيه من جوه التروما دي وتبدا تتفرج، بس بقى الكور بتاعها بقى الجذر بتاعها هو التروما دي. انا اعتقد يا دكتور ان احنا هنا خلطنا ما بين ما يحدث لي بنية وإرادة مني وما يحدث لي بدون نية وإرادة. هو أنا إيه اللي أملكه؟ النية والإرادة. طب هو أنا كل حاجة بتحصل لي فيها نية وإرادة؟ لا طبعا. وبالتالي أنا بحاسب نفسي على اللي حصل لي في حاجة ماليش ذنب فيها وكأن كان ليا إرادة فيها، وده مع تعريف مشوه. بالذات وأنا طفل اوريدي من تكويني العجز، من تكويني، فبمشي بالليبل ان انا وكأن كان عندي نية وإرادة وانا بيحصل لي ده، فبقيت انا اللي وحش او انا اللي مشوه. هو مش انا اللي مشوه، هو اللي حصل لي شيء مؤلم مش اكتر من كده. فوانا ماشي مشوه، هو انا عارف ان انا مشوه، هطلع مني ايه؟ تشويه. انا مليان قبح، هطلع ايه؟ قبح. انا مليان إرادة، هطلع ايه؟ إرادة. فعلى حسب ما انا بمتلئ او بحس ان انا ممتلئ بطلع للحياة، وبالتالي رد فعل الحياة بتبقى بناء على أنا بطلعه مش بناء على اللي حصل لي. والله أرجع تاني لفكرة هو أنا حر في إيه ومش حر في إيه ومقيد في إيه. فما ينفعش أحاسب نفسي على اللي أنا كنت مقيد فيه وكأني حر فيه. احنا دايما نقول إيه؟ اوعى تحكم على امبارح بوعي النهاردة. اوعى تحاسب نفسك على اللي انت عملته بإرادة النهاردة أو بإمكانيات النهاردة. ولو ما حصليش هناك ده ما كنتش هبقى بإرادة وإمكانيات النهاردة. دايما الناس بيبقى إحساسها بالخزي أو بالذنب، إن هو أنا ليه ما دافعتش عن نفسي؟ أيوة أنت كنت طفل أو أنت كنت صغير، أو إن اللي كان بيأذيني يقدر يفضل يأذيني النهاردة وأنا كبير وأنا أقدر أدافع عن نفسي. لأن النهاردة أنت عندك المسؤولية إن أنت تدافع عن نفسك، وإن أنت تمنع الأذى ده عن نفسك، وإن أنت تمنع استمرار الأذى. استمرار القصة النهاردة هو ده اللي مسؤوليتك، بس كده. ما حدث قبل كده ما كانش مسؤوليتك. وازود لحضرتك من شعر بيت، والنهارده لو حصل لك فريزنج في موقف تقيل عليك وما عرفتش برضه تتصرف، مش مسؤوليتك، برضه مش مسؤوليتك. ده جهاز عصبي، يعني الليمبك سيستم هو اللي اشتغل في اللحظه دي كنوع من الحمايه برضه. فما نبقاش قاعدين مرتاحين ونتكلم عن كان المفروض نعمل ايه واحنا مضغوطين. لا طبعا. هي عمليه تدريب ومران وقبول. أنا لو قبلت الحياة باللي حصل لي فيها وقبلت نفسي بالمنتج بتاع النهاردة هعرف أصلح. طول ما أنا مش قابل عمري ما هعرف أصلح. فنرجع تاني إن القبول هو أول خطوة في التغيير، هو أول خطوة في الهيلينج. إن أنا أقبل إن ده جزء من قصتي، إن ده فعلا حصل، وأقبل المسؤولية لو كان فيه المسؤولية بتاعتي في اللي حصل ده. وأقبل إن ده حصل بس أنا ما كانش ليا فيه يد ولا مسؤولية، ولكن تغييره النهاردة والهيلينج بتاعه النهاردة هو ده اللي مسؤوليتي. بالظبط. والألم مش معناه تشويه، يعني أنا متألم مش معناه إني اتشوهت. عارف حضرتك التلف الحقيقي اللي بيحصل من التجربة المؤلمة إني أبقى نسخة تانية من المسيء، إني أتشوه فعلا وأبقى شخص مؤذي في الحياة. إنما مش إن أنا أبقى متألم. الألم ده حاجة مقدسة، دي حاجة محترمة جدا في الحياة. فطالما لم تتلف وتتحول إلى وحش في الحياة، إذن أنت إنسان وتجربتك مقدسة. والتحول لوحش هو تحول الغزالة للفهد. إن هو أنا هقرر إن أنا زي ما اتأذيت أنا هأذي الآخر. أنا هطلع بقى اللي حصل معايا في إن أنا أطلعه على الناس التانية، هحتفه على الناس التانية. ده التشويه الحقيقي، إني أطلع من جوايا النسخة من المسيء اللي أسألي. ده بقى نقول كده فعلا أنت تشوهت، ودي التروما الحقيقية. إنما طول ما أنا متألم
من اللي انا عملته او اللي اتعمل فيا، انا انسان وحي وحر واقدر اهيل من ده. وبالتالي السعي للتعامل مع التروما هو ما هواش حاجة غلط او ما هواش حاجة، بس التعامل مع التروما بمسؤولية. بمسؤوليه، وعمري ما هتعامل معاها طول ما انا رافضها. وطول ما انا رافض انها مؤلمة، فانا عايز الألم يروح عشان اعرف اتعامل. هو الألم مش هيروح او مش هيروح دلوقتي، هو الاول انا قابل الألم وقابل التروما، ساعتها لم هعرف اتعامل، وساعتها هيبدأ الألم يروح. جدا، وطول ما انا بزق القلم هو موجود على فكره بيفرض نفسه بالظبط اكتر. بالظبط. مظبوط. شكرا جزيلا. شكرا ليك يا دكتور.